التامي تاك هو عملية من عمليات تنسيق القوام. بس التامي تاك اللي بيفرقها عن شفط الدهون بتاعة البطن ان بيبقى فيه جلد مترهل، فالجلد المترهل ده مع شفط الدهون ما بنقدرش نصلحه، لازم استأصل الجلد المترهل ده. طبعا بعد ما استأصل الجلد المترهل بيبقى فيه جرح في المنطقة اللي هي بتاعت اسفل البطن دي، بس الجرح بيبقى تحت خط الاندر او خط البكيني. الجرح بياخد له من اسبوعين ل3 اسابيع عشان يلتئم. طبعا بعد العملية بيبقى في درنقة، خرطوم كده بيبقى طالع من الجسم عشان يصرف اي سوائل. الدرنقة دي بتقعد لها 5 ايام مثلا ماكسيمم وبنشيلها. اهم حاجة بعد العملية ان الواحد بيلبس مشد طبي او كرسي طبي. الكرسي ده بيقعد لمدة 6 أسابيع. ده أهم حاجة في العملية عشان نحافظ على النتيجة والشيب اللي احنا عايزين نوصله. ممكن الواحد يستريح من الكرسي ده لمدة ساعة واحدة في اليوم، بس هيرجع يلبسه تاني وينام